الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، هذه الوقفة إن شاء الله الثانية مع حديث أم معبد الخزاعية لعاتكة بنت خالد. تكلمنا الحلقة الأولى عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبيلة، وعن أم معبد، والله قبيلة أم معبد. اليوم إن شاء الله نتكلم عن وصف، والله نعلق على الوصف إن شاء الله اللي وصفت فيه أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن هذا الوصف أو عن شيء منه. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم مشى مهاجر من مكة وعد المدينة، وكان معاه أبو بكر الصديق، ومعاهم عامر بن أبي فهيرة اللي هو مولى أبو بكر الصديق، ومعاهم دليلهم، معنى هذا اللي يستهديهم اللي هو عبد الله بن أريقط. وخاضوا على أم معبد وسولوها عن شيء من الزاد، وقالت لهم أنها ما عندها زاد لأنها كانت سنة جفاف وقحط. المهم شاف النبي صلى الله عليه وسلم شاة، وكان ضعيفة هزيلة لدرجة على أنها ما قدرت تمشي مع الحيوان لأنها كانت تعبانة حتى. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قالها كانت تسمح له قد يحلبها، قالت له لا عاد فيها لبن لا يحلبها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ومس بزازيلها فامتلأوا لبنا، وهذه معجزة من الله له صلى الله عليه وسلم. ثم حلبها النبي عليه الصلاة والسلام وسقى أم معبد وأصحابه اللي معه، وبعد ذاك شرب هو عليه الصلاة والسلام وحلب هذا مولي من جديد، خلى عندها اللبن ومشى هو وأصحابه وعدين المدينة. لين جاء أبو معبد اللي هو زوجها، هو عندها اللبن وما خلى عندها اللبن مشيته، ليس سوى لها عن القضية ولا القصة، كانت تقص عليه الجماعة اللي جات والشخص اللي خلقت على يده هذه المعجزة. فقال لها توصفوا له إني يشوف يا كان هو الشخص اللي يسوله المكة عنه، والله لا، وتلا توصفوا له. قالت له رأيت رجلا ظاهر الوضاء. الوضاء معناها الحسن والجمال، معناها جمال واضح ظاهر بين عليه الصلاة والسلام. أبلج الوجه، معناها مشرق الوجه متنور كيف نقول نحن. حسن الخلق، معناها هو كامل، خلقه كامل عليه الصلاة والسلام، ذاته كاملة زينة. حسن الخلق. لم تعيبه ذجلة. الذجلة معناها كبر البطن، حد يعود بكرشه، هو صلى الله عليه وسلم ما كان ذاك كيفته، بل كان سواء الصدر والبطن. ولم تزري به الصعلة. الصعلة قيل أن معناها حد يعود بصلجه، وما كان بصلجه عليه الصلاة والسلام. وقيل معناها حد يعود راسه صغير. وسيم قسيم، معناها شديد الجمال. وقسيم قيل على أن الجمال قسم عليه الصلاة والسلام، معناها ما في بلاصة ما هي زينة، ما في بلاصة يكون زينة عليه الصلاة والسلام. في عينيه دعج. الدعج معناها أن بياض عينيه كان بياض حتى، وكحال عينيها كحل حتى، ومع ذا كان أشكل كما في الصحيح. أشكل معناها على ذاك البياض اللي في عينيه داخلته حمرة شوي، هذا معناه قلت في عينيه دعج. وفي أشفاره وطف، معناها الأشفار تنقى ذاك الثقب اللي واخر من جفون العينين، ذاك الثقب اللي واخر من جفون عينين النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه وطف، معناها فيه طويل شوي. وفي صوته صحل، معناها صوته كلامه فيه صحل، معناها بحة. ما هم مثلا صوته ما كان حاد، ثم تشوف من بعض الناس صوته حاد مزعج، نين تسمع صوته تقول مطنطن عيد ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته فيه صحل، فيه بحة عايدة، وهذا من جمال صوته. وفي عنقه سطع. عنقه كان فيها سطع، رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها طول ولمعان وجمال. وفي عنقه سطع أكحل، معناها أن عينيه صلى الله عليه وسلم كانوا مكحلات، تشوف تتهم عن أنه مكحلهم وما مكحلهم، وإنما خلقهم الله هكذا. نتفقوا إن شاء الله هون، ونواصل إن شاء الله الوقفة الموالية إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا.